تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا لا يسألكم. المرحوم سي محمد بن عيسى لأكثر من 40 سنة، وأشهد للرجل على امتداد مختلف مراحل حياته بالاستقامة والنزاهة الفكرية والرقي والنبل. استطاع الجمع بين الدبلوماسية والسياسة والعمل المحلي والثقافة، وأعطى من خلال منتدى أصيلة على امتداد دورته لهذه المدينة الجميلة بعدا دوليا، حيث يرحل ويحج إليها المفكرون والمثقفون والمبدعون من القارات الخمس. سي محمد رحمه الله كان رجل التوافقات ورجل الفتوحات الفكرية والثقافية والدبلوماسية، زاوج بين السياسة والدبلوماسية وأعطى لكليهما بعدا نبيلا بالعمق الثقافي والفكري الضروري للعمل السياسي والدبلوماسي. اليوم تنترحموا على سي محمد بن عيسى اللي عطى الكثير، عطى على الصعيد الدبلوماسي ولعب واحد الدور كبير لا كسفير ولا كوزير بالنسبة للعلاقات الدولية والقضية الوطنية. إنسان عطى الكثير بلاده والأصيلة، كنا نعتبروا إذا كانت أصيلة وصلت لهذا المستوى وهذا الفلس يرجع له أساسا. وإنسان دائما فهو في خدمة الجميع، القلب مفتوح للجميع، وهو في نفس الوقت كذلك كانت له واحد الثقافة متميزة، قدرة إمكانيات وقدرات كبيرة في هذا الإطار، منفتح على جميع الثقافات مع معلوم تقوية الهوية الوطنية، فرحمه الله في هذا اليوم. المرحوم كان مثقفا دبلوماسيا وسياسيا معنى الكلمة، ترك بصمته في العلاقات الدبلوماسية كما ترك بصمته في المجال الثقافي، وخاصة الدور الذي منحه لأصيل ذلك الدور، ذلك الإشعاع العالمي. هذا يؤكد بأنه هذو الحكماء الذين كانوا يعيشون بيننا في المغرب وكانوا يساهمون في بناء المغرب ومكانته دوليا ووطنيا. كان صديقا وترشح باسم حزبنا، وكانت لي معه علاقات ونقاشات، وسأفتقد فيه صديقا وحكيما، وكذلك سأفقد فيه بالأساس صديقا صادقا، وهي من الشيم التي أصبحت قليلة.